السلام عليكم. لنا في رادس حكايات. ب11 راجل في قلب الملعب، الأهلي يخلص على الترجي ب3 صايمة بأقدام تاو وكهربا. أهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة، والحديث عن مباراة الأهلي والترجي في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. أول حاجة عايز أبتدي بيها هو إن نبيل معلول المدير الفني لنادي الترجي كان دارس النادي الأهلي حلو قوي، وعارف إن النادي الاهلي بيبتدي بناء الهجمه من ناحيه الدفاع من ناحيه محمد عبد المنعم. فهو قرر ان المهاجم بتاعه محمد علي بن حموده يضغط ضغط مباشر على محمد عبد المنعم، باستثناء ان هو هيسيب ياسر ابراهيم هو اللي يطلع بالكوره، واللي هو مش بيعرف يبني الهجمه بنفس جوده بناء الهجمه عند محمد عبد المنعم. وحاجه تانية ان هو يستغل التغطية العكسية السيئة اللي بيعملها علي معلول، بس هو للأسف نسي التغطية العكسية بتاعة الباكات بتاعته أو الأظهرة بتاعته أصلا. فهو كان بيستغل إن هو يجمع اللعب ناحية الشمال، سواء ب2 أو 3 لعيبة، وساعات في بعض الأحيان بيبقوا 4 لعيبة، وإن هو يلعب العرضية سواء لمحمد علي بن حمودة المهاجم بتاعه، أو للاعب اللي هيجي في ظهر علي معلول، أو اللي هيسرق علي معلول من وراه، وعلي معلول ضعيف في التغطية العكسية، وبالتالي يستغل هجمة ويعمل فرصة. ولكن مارسيل كولر رد عليه باحسن رد، وان هو النادي الاهلي ما لعبش بال4-3-3 اللي بيلعب بيها الطبيعي في المباريات اللي فاتت. الاهلي لعب بال4-4-2. ايوه، زي ما انا ما بقول لك كده، مارسيل كولر لعب بال4-4-2. هي تبان على الورق 4-3-3 او 4-2-3-1 بدور حمدي فتحي اللي هو يعتبر صانع العاب او اللاعب رقم 8، واللي هو الدينامو بتاع النادي الاهلي اللي بيبقى موجود في كل مكان في الملعب. فهو كان معفي بيرسي تاو من الدور الدفاعي، وان هو مش مسؤول ان هو يرجع ورا مع محمد هاني، لان اللي هيغطي ورا مع محمد هاني واحد من ال3 لعيبه اللي هم بتوع وسط الملعب، اللي هو يا اما حمدي فتحي، يا اما اليو ديانج، يا اما مروان عطيه. واللي هو في بعض الاحيان كان بيبقى يا ديانج يا اما حمدي فتحي، واللي هو في اكتريه الوقت بيبقى حمدي فتحي. وكان سايب بيرسي تاو قدام ان هو يستغل الهجمه المرتده، زي ما احنا ما قلت لك قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ان اهم ميزه عند بيرسي تاو ان انت تديله الكره في مساحه وتقول له انطلق بيها، عدي من 1 و2 والعب لي كره اسيست او سجل انت بنفسك. وهي ديت النقطه الميزه عند بيرسي تاو، واللي هو استغلها النهارده وسجل هدفين. وكان في كوره كمان لعبها الكهربا انفراد في نهايه الشوط الاول، كهربا ضيعها بمنتهى الرعونه، واللي انا اقول لك عليها ان كهربا ما كانش عنده كان عنده سوء توفيق فيها. لو كهربا كان عنده سوء ايجابيه في الكوره ديت، كنت هتطلع الشوط الاول كسبان 2-0 ومخلص على المباراه، مخلص على الترجي خالص من الشوط الاول 2-0. فكان رد مارسيل كولر على اللعبه الاولانيه ان هو يغطي المساحه ورا علي معلول، وان هو سيء في التغطيه العكسيه اللي انا كنت قلت لك عليها، هي رجوع حسين الشحات بواجب دفاعي صارم. وانا هقول لك كمان شويه ليه مارسيل كولر لعب بحسين الشحات مش احمد عبد القادر. واللي هو اهم ميزه في حسين الشحات ان هو لو في ضغط عالي قوي عليه مش هيطلع لك باص غلط، الكره مش هتتقطع منه بسهوله. ممكن ما يعملكش مهاره كتيره، ممكن ما يعملكش الابداع اللي احمد عبد القادر بيعمله، بس احمد عبد القادر كل كره ياخدها هتلاقيه بينطلق بيها على طول مباشره ناحيه المرمى، هتلاقيه بيعدي من واحد والتاني والتالت، ولكن في النهايه الكوره بتتقطع. فزي ما انا ما قلت لك في الطريقه الدفاعيه للنادي الاهلي، كان علي معلول بيضم كقلب دفاع ثالث، وحسين الشحات بيرجع يساند علي معلول دفاعيا علشان اللاعب اللي فاتح الخط وراه ما يستغلش الفرصه او يستغل العرضيه اللي هتتلعب في ظهر علي معلول، وبالتالي يسجل منها هدف او تبقى فرصه خطيره. ويعتمد على ال3 بتوع خط الوسط في ان هم يقفلوا ما امام ال18 بتاعت النادي الاهلي، سواء ان هو ما يخليش لعيبه نادي الترجي تسدد كتير، وان هو يقطع الكره ويبقى اول خط دفاع للنادي الاهلي علشان يوصل الكره بسرعه لكهربا وبيرسي تاو علشان يروحوا بالهجمه المرتده في اول المباراه. واللي النادي الاهلي راح بهجمتين مرتدتين في بدايه المباراه، واحده ضاعت والتانية بيرسي تاو استغلها وسجل منها الهدف الاول، واللي كان هدف مميز قوي عن طريق لما علي معلول اتقدم ولعبها عرضيه ارضيه كهربا اللي استلمها ولف وباص، حمدي فتحي بمعلمه يفوت الكوره علشان توصل لبيرسي تاو. واللي هو هنا من ضمن كوارث الترجي دفاعيا، زي ما انا ما قلت لك ان نبيل معلول ركز على التغطيه العكسيه اللي علي معلول سيء فيها دفاعيا، بس هو نسي ان هو عنده اظهره اصلا مش بتعرف تقوم بالواجب الدفاعي،
وألف به ظهير في الدفاع هو التغطية العكسية. بالتالي ان لما العرضية تتلعب من الناحية التانية تلاقيه بيضم كقلب دفاع ثالث علشان يشتت الكرة والمهاجم ما ياخدش الخطوة قبليه ويسجل الهدف. فلك ان تتخيل ان في الهدف الاول للنادي الاهلي بيرسي تاو الكرة وصلت له وقلب الدفاع الثالث، لان الترجي يعتبر النهارده نقول ان هو كان بيلعب بثلاثة دفاع مش بيلعب بالاربعة، فهتلاقي ان الكرة وصلت لبيرسي تاو، المدافع ما اتحركش اصلا ناحيه ما اتحركش اصلا ناحيه بيرسي تاو. بيرسي تاو استلمها وسندها لنفسه والسنده طولت سنه، المدافع لسه بيفكر يروح يضغط على بيرسي تاو ويعمل بلوك وبالتالي يقطع الكوره. كل دوت المدافع ما كانش لسه عمله. بيرسي تاو لقى المرمى مفتوح قدامه، فبالتالي قرر ان هو يسدد على يمين الحارس، واللي هو كان حارس ضعيف جدا، واللي احنا عارفين برضو ان ديت من ضمن نقاط ضعف الترجي النهارده، ان هو كان الحارس الاساسي بتاعه مش موجود ودوت الحارس الاحتياطي، وكمان كان نادي الترجي متأثر بأكترية الغيابات في كل مراكز الملعب، سواء في كحارس مرمى اساسي مش موجود او كلاعبين او كلاعيبه في خط الدفاع او خط الوسط او خط الهجوم مش موجودين. فلو انت سألتني النهارده عن اهم ما يميز مباراة النهارده، فانا هقول لك هي توقيت الاهداف. وبالتالي ان انت لسه داخل المباراة امام النادي الاهلي على استاد رادس في تونس، بتلعب على ارضك، جماهيرك مش موجودة، بتعاني من غيابات كارثية، غيابات تقتل اي فريق باستثناء النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بمن حضر طبعا زي ما احنا عارفين. فانت عندك في المشكلة ديت ان انت لسه في بداية المباراة، في اول 10 دقايق بتستقبل هدف، وكمان في نهاية الشوط الاول ممكن يدخل فيك الهدف الثاني عن طريق انفراد كهربا اللي ضاع، وفي اول 10 دقايق كمان في الشوط الثاني يدخل فيك الهدف الثاني، وتبتدي من هنا ان انت تقع نفسيا وتبيع المباراة، ويبقى انت كده خلاص طلعت من نص نهائي دوري ابطال افريقيا. بس طبعا اهم حاجة في النادي الاهلي وجماهيره ان احنا مش بنشبع، ولا بنشبع بطولات ولا بنشبع اهداف، وان احنا كل اللي بيهمنا ان احنا في اخر اليوم او في اخر البطولة نرفع الكاس ونحتفل بيه، وتاني يوم نشتغل على البطولة اللي وراها. فلك ان تتخيل ان النادي الاهلي سجل الهدف الاول في الترجي والهدف الثاني والهدف الثالث، ولك ان تتخيل ان النادي الاهلي وجماهيره كانت زعلانه ان النادي الاهلي ضيع الهدف الرابع والهدف الخامس والهدف السادس، سواء من انفراد كهربا اللي ضاع او كوره تانية جت لكهربا في الشوط الاولاني، واللي هي كانت عن طريق علي معلول تقريبا، لعب عرضيه لتحت، كان كهربا موجود لوحده، الكوره عدت من ما بين رجل كهربا وما قدرش يحول الكوره ديت في المرمى. او في الشوط الثاني لما نزل طاهر، لما راح بكورتين، واللي هو نفس الكورتين اللي راحهم بيرسي تاو راح بكورتين سجل الهدفين، وطاهر محمد طاهر راح بكورتين من ناحية الشمال بعد لما نزل الكورتين ضيعهم. وعندك كمان احمد عبد القادر لما عدى من واحد والكرة طولت والحارس مسكها. فالنادي الاهلي كان ممكن يخلص المباراة ديت بنتيجة كارثية اكبر من ديت ب6 اهداف على الاقل، ودوت اللي هينقلنا للفاعلية الهجومية لبيرسي تاو في دوري ابطال افريقيا. بيرسي تاو في دوري ابطال افريقيا خارج ملعبنا، الاهلي لعب 3 ماتشات في دور المجموعات خارج ارضنا، وماتش ضد الرجاء وماتش ضد الترجي، 5 مباريات بيرسي تاو مسجل فيهم 4 اهداف، سواء بهدف في القطن او بهدف في صن داونز او بهدف في او هدفين النهارده في الترجي بره الارض. فهي ديت فاعليه اللاعب اللي انت محتاجه كجناح، ان انت مش هتجيب اي لاعب جناح تنزله في ماتش مهم وما يحسملكش المباراه، واللي دوت بان النهارده من بيرسي تاو. وبالخطا الدفاعي في الهدف الاول من نادي الترجي، واللي هو سوء التغطيه العكسيه او اللعب المدافع العكسي ان هو يقدر يشيل الكوره، فهي ديت برضو نفس الحكايه اللي حصلت في الهدف الثالث عن طريق كهربا، لما الكوره راحت بهجمه مرتده لحسين الشحات، وحسين الشحات لعبها عرضيه ارضيه والمرمى خالي، وكان محمود كهربا يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي ويقضي على طموح لعيبه نادي الترجي نهائيا في مباراه العوده على استاد القاهره. فالكوره ديت اتكررت في الهدف الاول والهدف الثالث، واتكررت في الكور اللي ضاعت كمان، ولكن الفرق ان الهدف الاول جه من ضغط عالي، النادي الاهلي
بيتقدم بالكورة وبيقطع الكورة وبيلعب، وبيرسي تاو بيسجل الهدف الأول. أما في الكرة الثالثة فهي كانت هجمة مرتدة من طريقة لعب النادي الأهلي اللي مارسيل كولر كان بيعتمد عليها في مباراة اليوم، على عكس الضغط العالي اللي النادي الأهلي كان بيقوم بيه في بعض أوقات المباراة، واللي هو كان في أوقات حاسمة من المباراة علشان يقضي على الترجي. واللي هو هينقلنا كمان لنقطة تانية، واللي هو ان مارسيل كولر في بعض الاحيان كان بيعمل استحواذ سلبي للكرة، وان هو يقتل الكرة في رجل لعيبته، واللي هو بالتالي يخلي لعيبة الترجي ثقتها تقع وما يبقاش عندهم ثقة في نفسهم، وبالعكس تماما عند لعيبة النادي الاهلي ان الثقة تزيد عندهم، وان لعيبة الترجي تبقى بتدور على الكورة علشان تسترجعها، علشان تحاول تسجل على الاقل لو هدف واحد بس. فلو انت كنت سألتني عن توقعاتي قبل المباراة ديت، فانا كنت هقولك ان من السهل ان النادي الاهلي يخلص المباراة ديت ب3 اهداف. ليه؟ بسبب عدم وجود الجماهير، واللي هو اهم نقطة ايجابية في دول شمال افريقيا سواء في المغرب او في تونس مع الترجي او طبعا مع الوداد والرجاء، واللي هي بتبقى اهم نقطة قوة في المباراة على ارضهم. والحاجة التانية هي الغيابات اللي زي ما انا ما قلت لك عليها، اللي ضربت كل صفوف نادي الترجي سواء كحارس مرمى او قلب دفاع او لعيبة خط وسط او لعيبة نادي الهجوم، وبالاخص حمدو الهوني اللي هو الجناح الايسر، واللي هو كان بالمناسبة خطير قوي. والنادي الاهلي كان في المباراة بتاعة 2020 تقريبا او 2021 موسم 2021 كان عامل لحمدو الهوني حساب كبير قوي. ولكن نادي الترجي بالشكل الدفاعي المهين والهزل اللي هو قدمه في مباراة النهاردة دوت، فالمباراة بمنتهى السهولة كانت ممكن تخلص 6-0، ممكن تبقى نتيجة كارثية اكتر من كده كمان لو لعيبة النادي الاهلي قرصت على لعيبة نادي الترجي، وعلى بالاخص على دفاعهم. واللي هينقلنا لمباراة العودة، واللي هي هتكون في استاد القاهرة في وسط جماهير النادي الاهلي، واللي هو من المتوقع ان النادي الاهلي هيسجل فيها اهداف كتير. فبناء على الكلام اللي احنا قلناه دوت، النادي الاهلي كان هو الاخطر من ناحية الفرص مقابل نادي الترجي، ولكن نادي الترجي كان بيعتمد على العرضيات سواء من كرات ثابتة او من عرضيات من لعب مفتوح او من ركنيات، وكمان كان بيعتمد على قلة حيلته واللي هي التسديد من بعيد، واللي هي نقطة ايجابية للشناوي ان هو يعرف يتعامل مع التسديد من بعيد، واللي هي من اهم النقاط الايجابية لمحمد الشناوي. ولكن في المجمل كان لعيبة النادي الاهلي الاكثر تركيزا على ارضية الملعب، والاقل ارتكابا للاخطاء، والاكثر استغلالا للفرص، وبالاخص من محمد الشناوي اللي عمل اكتر من تصدي رائع، او من محمد عبد المنعم واللي هو قدم مباراة مميزة جدا سواء في الالتحامات او في بناء الهجمة واللي هو مميز فيها جدا، او من ياسر ابراهيم ورجولته والتعاون مع الكرات الهوائية والمبارزات الارضية واللي هي 1-على-1، او من حمدي فتحي واللي هو جوكر بيلعب في كل اماكن وسط الملعب عند النادي الاهلي، او من بيرسي تاو اللاعب اللي بيعمل لك الفرق في اي مباراة بره ارضك. وفي الاخر الاهلي باداء رجولي من كل لعيبته يضع قراطا في مباراة النهائي، بانتظار مباراة اليوم ما بين نادي الوداد ونادي صن داونز في المغرب، واللي هي هتبقى مباراة هتبين لك مين هو المنافس الاكثر او يعني المنافس المرشح لمباراة النهائي، واللي هم فرقتين اقوياء جدا سواء ده او ده. احنا عايزين نكسب البطولة ال11. وفي الاخر احب اقول مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمة، وهارد لك لنادي الترجي وجماهيره. وفي الاخر كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الاخيرة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتحط لايك في الفيديو دوت، وهسيب لك لينكات حساباتي على السوشيال ميديا تحت في الوصف. ما تنساش تتابعني. بس كده، سلام.